ادري يا جماعه، يلا صباح خير. حسب مصادر الجزيره ومن الاخ العزيز على قلبي الاستاذ احمد العجلان انه الهلال قام زايد على اللاعب، النصر بيخلص مع اللاعب خلاص، والاغلب قالوا خلاص اللاعب خلص والعقود توقعت. الهلال جاء قال وشو 123 مليون وفوقها مصعب الجوير. تعال يا متعب. حتى لو كان الخبر صحيح 100%، انا والله العظيم شيء واحد بس ابي الصفقه هذه، عشان شيء واحد بس، نطقطق على الجار وطقطق علينا بس من باب الطقطقه بس. لكن من الناحيه الاخرى يا رجل والله مع كامل احترامي المتعب، فوق 100 مليون سلامات. سعود عبد الحميد ما وصلت قيمته كذا، سعود عبد الحميد اصلا ماشي ب 2 مليون يورو، يعني تقريبا 9 مليون ريال. متعب الحربي فوق ال 100 ولا عليها مصعب الجوير. فاكتبوا لي رايكم يا حلوين في الكومنت عن هذا الموضوع. وما ادري ايش الحركات ذا يا اخي. الهلال والنصر اقسم بالله لهم حركات من زمان، ترى احنا بيننا وبين الجار في الحركات. يلا نقدر نزايد على اللاعب اصلا قيمته السوقيه ما تتعدى اصلا 40 او 30 مليون، نخليه يوصل مليار، نخليه قيمه الدون. فاكتبوا لي رايكم يا حلوين. انا ايش قلت لك اذا جيت العب ايش اسوي فيك؟ انا ايش قايل لك؟ امس قايل لك انا ما ابغى اجي العب عشان ما ابغى ازعلكم. شوف اشرب شاي واكل حب وانت هذا ما اقدر اقول له شيء. طبعا هذا وضع اللاعبين مع بعض، لاعبين الهلال ولاعبين النصر جالسين يلعبون جكار ويضحكون مع بعض امورهم، يعني ما تتركون الحركات هذه عنكم صح؟ من يجي نادي بيخلص مع لاعب تجون تاخذونه، مو مشكله اوكي عليك بالعافيه استانس فيه. فلا تستغرب عزيزي النصراوي في نص الموسم تتعثر تخسر بطوله، ليه؟ من النوايا كل ما جاء نادي يخلص مع لاعب خذيت اللاعب قبله، تاكل اللقمه من فم الاسد ليه؟ وبعدين انت مستانس الطقطق، والله العظيم اقسم بالله اني انا من اكثر الاشخاص فرحا انه اللاعب هذا وقع معكم، لاني ما تقبلت فكره انه الشباب ياخذ مصعب